أعزائي المشاهدين في كل مكان، كل المصروية، كل البورسعيدية، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المصروية. جينا في ميعادنا، دايما بنيجي ونتكلم عن أخبار النادي المصري وعن أهم حاجة بتحصل للنادي المصري. ويمكن طبعا كلنا كنا تابعين المباراة اللي فاتت اللي انتهت بالتعادل السلبي، ويمكن طبعا دي أول مباراة المصري لم يحرز فيها أهداف. يمكن طبعا عايزين نعرف إيه الأسباب، ومع ذلك احنا شايفين في الأسبوع ده والأسبوع اللي قبله يمكن طبعا فرق كبيرة اتهزمت وفرق كبيرة اتعادلت. يمكن ده خلى موقف المصري ما زال ثابت في ترتيب جدول الدوري، ويمكن طبعا ده من حسن حظ النادي المصري. وعايزين نقول برضو ان اداء رائع جدا من العميد حسام حسن، والتعادل طبعا احنا هدفنا الفوز دايما، لكن التعادل هو في حد ذاته برضو يعتبر مكسب في الوقت الحالي. لكن ان شاء الله بالتوفيق للمباراة القادمة. هنحلل معاكم المباراة السابقة والمباراة القادمة ان شاء الله، لكن ده هيكون في فقرة التحليل. يمكن طبعا النادي المصري مش بس فنيات ومش بس كورة، لكن حاجات كتير جدا، وطبعا إدارة. وهنتكلم عن مجلس إدارة النادي المصري وعن كل جديد بيحصل داخل القلعة الخضراء من كوره ومن اداره. وخلوني في البدايه طبعا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، دي اخر حلقه هتكون معانا السنه دي، هنكون مع بعض. السنه الجايه ان شاء الله هنيجي في احسن من كده، وهنشوف يمكن لعبه احسن من كده للنادي المصري. لكن نختمها مع بعض مع ملك الحصريات ومع ابن بورسعيد والضيف الجميل، الضيف اللي دايما بينورنا في تلفزيون القناه، الكابتن طارق هاشم الاعلامي المميز. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا استاذ عادل، انا ببقى سعيد وانا موجود معاكم هنا. الحمد بيتك لله. ربنا يخليك. بيتك وطبعا مصروي. طبعا بيتي، والحمد لله. انا امبارح كنت برضو في احدى القنوات اللي هي الحكوميه عادي، يعني نيل الرياضه، نيل سبورت، واخد بالك، واتكلمنا برضو عن كل حاجه للنادي المصري، وبرضو يعني بيفتحوا برضو يعني دراعاتهم لينا عشان احنا برضو نقول كل حاجه بصراحه زي ما بنقول هنا. يعني النهارده يعني عايز اقول لحضرتك الكلام طبعا مختلف النهارده، جد جديد، والحمد لله كان في لقاء برضو مع الاستاذ سمير حلبيه، واتكلم معاه في حاجات كتيره جدا. ان شاء الله يعني في مفاجآت كتيره جدا باذن الله لبورسعيد وللنادي المصري. وقبل ما ابدا حديثنا عن النادي وعن كل الكلام وكل الجديد، عايز اقول للجماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد واهل بورسعيد، اهلي كل سنه وانتم طيبين. السنه الجديده عايزين كلنا ان شاء الله يعني يبقى مفيش بينا وبين بعض اختلافات، عايزين نحب بعض، عايزين نتغاضى عن اي مشاكل بيننا وبين اي حد، واللي زعلان من واحد يروح يبدا بالسلام، لان بصراحه لازم كلنا نتحد ونبقى ايد واحده عشان بلدنا تبقى احسن بلد. عايز اقول كمان ان النهارده جالنا محافظ جديد، الراجل ده اللي هو عادل غضبان، انا اعرفه معرفه شخصيه، وبالفعل يعني حتى لو كان في بعض التحفظات عليه من بعض الناس، يعني احنا لازم ننسى كل ده ونبدا صفحه جديده، مش هنبتدي بالتحفظات ونحط ايدنا في ايده. النهارده نسيب العمل هو اللي يتكلم. النهارده الراجل بقاله يومين مستلم، يعني بقاله يومين. امبارح نزل المجمع التعليمي ونزل جامعه بورسعيد، وكان في الظهور النهارده، ووقف الميكروباصات ودخل الافران واتقابل مع ناس مواطنين واتكلم، والحمد لله. يعني احنا عايزين محافظ يحس بابناء بورسعيد. يمكن انا شايف كان لينا شرف ان طبعا كان 2 محافظين قبل كده من ابناء بورسعيد، لكن ما ادوش اللي كان كل الناس عايزاه. انا هفكرك بحاجه بس. انا كنت قاعد في المكان ده من اسبوعين لما اتكلمنا على الانشاءات والاراضي، وقلت اللي هو مجدي نصر الدين، اعمل حاجه قبل ما تمشي، اعمل حاجه لبورسعيد والنادي المصري قبل ما تمشي. انت كده كده هتمشي، والحلقه موجوده ومسجله. انا الراجل ده بحبه ومفيش بينه وبينه اي حاجه، بس انا صعبان عليا النهارده اللي بيجي لنا المحافظ بورسعيدي واحنا ما بنعرفش نستغل ان هو بورسعيدي، وهو ما بيعرفش يستغل حبنا ليه. المفروض انه عارف كل شبر في البلد، يعني هو المفروض يستغل حبنا احنا ليه. يبقى واقف مع، يعني ينزل ويشوف مشاكل. لا، ما كانش بيقابل وما كانش بيسمع لاي حاجه. اولا في مشكله في الشباب والرياضه، او يقول لك عندك وكيل شباب والرياضه، الوزاره بعت وكيل للشباب والرياضه. عندك مشكله في الصحه، يقول لك لا عندك وكيل الصحه موجود. طب حضرتك انت المهم له ما له عليه ما عليه. فانا برضه من خلال المنبر هنا بقول له متشكرين على الفتره اللي انت قعدت فيها، كتر الف خيرك. انا مش هقدر اتكلم لان انا ما بتكلمش وانت بره المنصب، انا اتكلم وانقدك وانت على المنصب، انما بره المنصب اقول لك كتر خيرك، متشكرين، ربنا يوفقك في المرحله الجايه، وخلينا بقى في الجديد. تمام. احنا نستبشر خير، وان سياده المحافظ الجديد استلم المنصب مع رحيل سنه يمكن كتير شافها فيها مشاكل كتير، وفي ناس شافتها حلوه، لكن بنستبشر خير مع السنه القادمه. لكن فيما يخص المحافظ، بما اننا اتكلمنا عن سياده المحافظ اللي هو عادل غضبان محافظ بورسعيد الجديد، فيما يخص النادي المصري وده اللي يهمنا طبعا، احنا اللي يهمنا كبورسعيد وكل مشجع بورسعيد بشكل عام، لكن فيما يخصنا في البرنامج، فيما يخص النادي المصري يا استاذ عادل، الراجل ده هو اللي رجع النادي المصري يلعب. يعني في ناس كتير مش عارفه الكلام ده. كنت انا
كابتن ابراهيم المصري وكابتن كريم ذكري لما كان الحاكم العسكري، لما كان حاكم عسكري وكريم ذكري وسيف داوود واشرف عبده ومجموعه كبيره من الرياضيين، كنا مجتمعين مع اللواء سماح قنديل لما كان محافظ، وكان موجود معانا اللواء عادل غضبان وكان حاكم العسكري، وقال لنا الموضوع 1 2 3 4. كان مجلس اداره النادي المصري برئاسه الاستاذ كامل ابو علي كان رافض الاشتراك، كان من ضمنهم الاستاذ كامل موجود، وخدوا بعضهم ومشوا. وبعد كده ياسر يحيى كان هو النائب، وكان معاه محمد الخولي وشريف صالح، وراحوا مصر، والاستاذ كامل رفض ان هو يرجع. اجتمعنا معاهم، قال لك مش هينفع عشان الاستاذ كامل رافض الكلام ده كله، قصه تغيير المجلس تغيير والحكايه والروايه. المهم اجى اللواء عادل غضبان قال لهم لازم النادي المصري يشترك هو واللواء سماح قنديل، وقال لهم والا يعني الجمهور هيجي يقعد لي هنا. فيعني انا بقول لك تمام. يعني على السريع كده بالايجاز ان اللواء عادل غضبان برضه في محادثه تليفونيه معاه قال لي انا جاي لبورسعيد كلها ومش هسيب بورسعيد، وان شاء الله اقدر اعمل حاجه لبورسعيد وربنا يعيني. رئيس الوزراء مكلفه بحاجات كتيره جدا بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالوا لهم مشاكل بورسعيد كلها تتحل في المرحله الجايه. فانا شايف من وجهه نظري ان ندي فرصه للواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ونحط ايدنا في ايده ونبدا كلنا ننسى الخلافات في السنه الجديده، ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. وبسم الله الرحمن الرحيم وحركه المحافظين الجدد، ومع بدايه الحركه ومع تولي سياده المحافظ المنصب لقينا استلام ارض الفنار اول حاجه اول حاجه احنا كلنا كنا مستنيين ده من زمان، بقالنا فتره يمكن من ايام اللواء سماح قنديل. الحمد لله تمت الخطوه دي. هو ازاي بقى تمت؟ رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اصلا كان وزير بترول، تمام، اخد بال حضرتك؟ فالراجل ده يعني كمان بيتكلم على شركات البترول اللي بره، بقى هيبقى في ان شاء الله توظيف لابناء بورسعيد في الشركات دي وفي شرق التفريعه، مع يعني اللواء عادل غضبان ان شاء الله مع مجلس الشعب محمود حسين واحمد فرغلي. انا شايف الاثنين دول هيعملوا حاجات كويسه جدا لبورسعيد، شباب وعندهم الحماس وعندهم حماس الشباب، وان شاء الله باذن الله مع المحافظ الجديد ده هيبدا في خير لبورسعيد في المرحله الجايه، وابناء بورسعيد اللي اتظلموا، لان في عهد الرئيس السابق كان في شباب كتير جدا ما تعينش وعدى السن، يعني سنه النهارده 31 و30 سنه. فانا يعني دلوقتي كل الوظائف اللي بتنزل اقل اي شركه ودي برضو يعني رساله للنواب، لازم ما تجيش يقول لي 25 28، لا خلي بالك ان في ناس السن عداها، زي ما الناس بيقولوا العروسه بارت، فالشباب ده بار يعني عنده 30 سنه 31 سنه، فيا ريت يبداوا التعيين. طب بخصوص النواب، انت شايف ان هم متفاعلين مع قضايا النادي المصري؟ احنا خلينا برضو في قضيتنا والكوره، هل انت شايف ان دي من اولوياتهم ولا الموضوع مختلف؟ لا مش سياسه مختلف، وبعيد عن الكلام. هم بيشجعوا النادي المصري قبل ما يبقوا نواب. تمام. يعني احمد فرغلي ما كانش بيسيب ولا ماتش معايا، بيقعد جنبي السنه اللي فاتت والسنه دي بيحضر كل الماتشات، بيساند النادي المصري. وقبل كده كان هيتم تعيينه في مجلس اداره النادي المصري، هو قال لك لا بلاش دلوقتي، انا برفض دلوقتي، على اساس بيبص لمجلس الشعب او بيبص ان هو يبقى موجود في مكان يعني بقوه شويه. اخد بال حضرتك؟ برضه هنرجع للسؤال اللي حضرتك سالتوني اللي هو استلام ارض الفنار. تمام. استلام ارض الفنار ده طلع بعد، يعني استلموه بعد قرار رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل. طبعا لما النهارده النادي المصري استلمه كان في لجنه مشكله برئاسه محمد ابو طالب وابراهيم شتا مدير النادي، ومجلس الاداره برئاسه الاستاذ سمير حلبيه، مع احتفاظنا طبعا للالقاب. النهارده الحمد لله استلموا الارض وعملوا رسومات ليها، وبالفعل ان شاء الله وده خبر حصري هنا عندنا الاثنين الجاي باذن الله وضع حجر الاساس لهذه الارض، مع وضع حجر اساس ارض الملعب الفرعي وتطويره. يعني عندنا ان شاء الله زياره الوزير خالد عبد العزيز باذن الله الاثنين الجاي هيكون موجود في بورسعيد لوضع حجر اساس، واعتقد ان الرخامه بدا مجلس الاداره النهارده بيعملها، ومكتوب فيها طبعا اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، ومكتوب فيها المهندس خالد عبد العزيز ورئيس الوزراء والسيد الرئيس ومجلس الاداره المهندس سمير حلبيه. فديت اللي هتبقى موجوده. طيب احنا دلوقتي حاولنا نكلم سياده اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، لكن هو بينقل كل تحياته لابناء بورسعيد وجماهير بورسعيد، وطبعا بيتمنى التوفيق لكل ابناء بورسعيد. لكن هو بيقول يعني اسمحوا لي فتره 3 أو 4 ايام ان انا يعني ابدا ان انا اشوف مشاكل البلد واشوف مشاكل بورسعيد وابني عليها ازاي هنتعامل مع الوضع، وبعد كده ممكن يتكلم مع الاعلام. واعتقد دي حاجه رائعه جدا، مش معقول اول ما يتولى يتكلم، خد بالك قبل ما يعرف. على فكره هو في جوله من امبارح ما راحش مكتبه، راح المجمع التعليمي بيبدا يحل المشكله اللي موجوده في المجمع التعليمي ووزاره التعليم اللي موجوده في بورسعيد.
مديريه التعليم موجوده في بورسعيد. النهارده نزل الصبحيه راح ال 5000 وراح الزهور ووقف ميكروباصات ودخل الفران وشاف بنفسه 6:30 الصبح كان موجود وبيلف، اجتمع مع ناس وقال لهم، جاب رئيس الحي الاستاذ كمال ابو زهره رئيس حي الزهور، واجتمعوا قال له النظافه واللي والكلام ده كله. بداوا يحطوا، انا بطلب منه حاجه، انه يستعين باي حد في هيئه التخطيط العمراني، ولازم يجي حد يشوف تخطيط العمراني في المدينه، ان المدينه بتاعتنا ضاقت. تمام. لازم يتنقل المنافذ بقى بره وتوسع بورسعيد. وبعدين الحاجه الثانيه كمان، خلاص بقى، يعني انا امبارح كنت في القاهره يا استاذ عادل، شايف كل الشوارع مفتحه قدام وزاره الدفاع وقدام اي حاجه قوات مسلحه، قدام رابعه العدويه، كل الدنيا ماشيه. الاولويه للمواطن، المواطن ان هو يقدر يمشي. الشوارع كلها في مصر مفتوحه الحمد لله، مفيش حاجه مقفوله حتى قدام الاقسام. طب احنا عندنا بورسعيد اوضه وصاله، ما خلاص بقى، يعني عندي المستشفى العسكري في بورسعيد سكنه عسكريه، في مديريه الامن سكنه عسكريه، اي حد ماشي في الشارع دلوقتي الشوارع عند الاقسام معاناه، وبلدنا صغيره معاناه. ونتمنى ان سياده المحافظ ان هو ينظر للموضوع ده، وطبعا والجهات الامنيه تنظر للموضوع ده. ما حدش يقول لي اصل ده حاجه امنيه، لا، مصر مش مصر مفتوحه، وزاره الدفاع قدامها مفتوح ورابعه العدويه مفتوح والاقسام مفتوحه، ينزلوا مصر الناس اللي هم موجودين الامنيين الموجودين في بورسعيد، لو هم هيقولوا للنواب او للمحافظ ده موضوع امني، لا، ينزل حضرته يتفرج على القاهره ويشوف القاهره مفتوحه ازاي والشوارع مفتوحه ازاي بمنتهى البساطه يا كابتن. لان النهارده استاذ عادل بمنتهى البساطه احنا لو مش هنقدر نمشي في الشارع مش هنعرف نشجع كوره. ما تقفليش 5 6 مش هنشجع، يعني مش هنشجع كوره. احنا بنقول هنرجع، الجماهير هترجع زي وانت اصلا مش مخلي الجمهور يمشي في الشارع بتاعه العادي. البورسعيدي اصلا الناس، احنا حاربنا 3 دول خلاص، يعني ما تخافوش على بورسعيد وما تخافوش على فدائيين بورسعيد وعلى اهل بورسعيد، ما فيش حد هيجي يقدر يعمل حاجه ان شاء الله. ومع ذلك الموضوع محل بحث، خلينا في ارض الفنار واستلامها. خلاص هم بالفعل التخطيط فيها 3550 دي خلاص بقت النهارده اوراقها موجوده الحمد لله داخل النادي المصري. تمام. بفضل الله. خلاص يعني النهارده ديت يعني خلاص حته تبع النادي المصري. دي بقى ديت هيتعمل نادي اجتماعي ثقافي ترفيهي، واخد بالك؟ دي هتحل مشكله كبيره جدا للنادي المصري في تنميه الموارد. الارض ده على فكره بمليارات. الارض دي في مكانها بمليارات. اللي انا سمعته وانا برضو في حديث مع الاستاذ سمير حربيه رئيس النادي المصري، اخد بال حضرتك، قال لي 3 حاجات. قال لي ده هيتعمل في مول، هيتعمل حمام سباحه، هيتعمل نادي اجتماعي، هيتعمل حاجات كتيره جدا، محلات من بره بتاع 50 محل، وعامل الرسم هو منطقه رائعه جدا، بدايه طرح البحر يعني، ومشاريع ترفيهيه الحمد لله. كمان يا استاذ عادل ان الوزير خالد عبد العزيز الرسم عنده والرسومات عنده، والراجل وافق مبدئيا على صرف الاعانه اللي هي هتتبنى، يعني مفيش خوف، يعني الفلوس اللي هتتبنى ديت هتتبنى من وزاره الرياضه. تمام. زائد ان وزاره الرياضه هتاخد 25% سنويا من اجمالي الدخل على اساس تسد الديون، يعني بالتقسيط المريح. زائد كمان ان يعني هيتعمل الكلام ده، زائد كمان الملعب الفرعي ان شاء الله هيتعمل كله نادي اجتماعي برضو ترفيهي ثقافي رياضي، هيتعمل فيه حمامات سباحه، هيتعمل فيه ملاعب، فرع اخر للنادي المصري، هيتعمل فيه ملاعب، هيتعمل حمامات سباحه، هيتعمل حاجات محلات برضو، هيتعمل فيه حاجات كبيره كويسه جدا. هي برضو باذن الله ده برضو هيدخل دخل النادي المصري، وهيدخل دخل الناس اللي في بورسعيد، الناس تشتغل الله ينور عليك. الحاجه الثانيه الحتتين دول ان شاء الله بامر الله من غير مقاطعه ان شاء الله هيجي الوزير يحط حجر الاساس ليهم مع المحافظ الجديد ومجلس الاداره. بقى انا بس بتمنى الاثنين الجاي. جميل جدا، يعني هيبقى يوم الاثنين عندنا اخبار باذن الله ان شاء الله، هيكون موجود الاثنين الجاي باذن الله من غير مقاطعه باذن الله، ما فيش حاجه تعطله، لان هو كان جاي الاثنين اللي فات في عيد بورسعيد، بس هو اجلها واتفق مع المحافظ الاستاذ سمير حربيه على اساس زي ما المحافظ قال لك كده يقعد برضه ويعرف عفوا ويعرف كل ما هو جديد في بورسعيد ويشوف الاوراق وكل حاجه. وبرضه كان في مكالمه مع سياده اللواء عادل غضبان معايا انا شخصيا، والراجل قال لي استبشر خير باذن الله النادي المصري الدعم وبزياده كمان، والاراضي والحاجات دي كلها برضه ان شاء الله انا مش عندي مشكله، مش هعرقل اي حاجه النادي المصري. قلت له سياده اللواء فكرت، قلت له انت اللي رجعت النادي المصري فاكر وفكرته، قال لي ان شاء الله يا طارق، وقعد يتكلم معايا. الراجل محترم جدا 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 جدا، وفتح تليفوناته وفتح قلبه للناس وما بيقعدش في مكتبه ونازل، وعايزين الدنيا تبقى هاديه في بورسعيد. طيب الارض ال 25 فدان بالظبط كنت لسه هكلمك عنها. الارض ال 25 فدان عزبة ابعوف، اتكلمت مع الاستاذ سمير حلبيه الراجل المحترم، وقال لي بنفس النص كده لن يجرأ اي حد يتنازل عن قضيه استاد النادي المصري مقابل
الارض دي، انا هاخد الارض يعني دي. الاستاد بتاعنا احنا مش هنتنازل عنه. القضيه مستمره، اخد بال حضرتك، وباذن الله هناخدها. وانا قبل العدد في حلقه من الحلقات وريت لك المستندات وقلت لك المستندات هي الحمد لله، والراجل استلمها، الراجل المحترم الاستاذ سمير حبيب رئيس النادي، والحمد لله اتقابل مع الوزير، والحمد لله بفضل الله كل الموافقات موجوده. النهارده يا استاذ عادل الارض ال 25 فدان اللي هم في عزبة ابو عوف ده ان شاء الله هيتاخد ويتعمل استاد عالمي ومرصود له 200 مليون جنيه من وزاره الرياضه. انا عندي تساؤل، لو ان شاء الله يعني ترجع ملكيه الاستاد بورسعيد للنادي المصري، هل هيبقى بنفس التوازي؟ هناخد ال 25 فدان ويتعمل استاد عالمي مفيش مشكله خاص بالنادي المصري ايضا؟ مفيش مشكله، لان خلاص توافق عليها من محافظ سابق ومجلس تنفيذي سابق. تمام. واعتقد ان التخصيص بتاعها طلع واتعلن في كل القنوات وبورسعيد كلها عرفت، فما يقدرش حد النهارده يرجع في كلامه. نفر خلاص الموضوع منتهي. ده ارض تم تخصيصها، ده بالعكس بقى. استاذ سمير حلبيه رئيس النادي المصري هيطلب ارض في بورفؤاد ايضا يتعمل عليها قريه اولمبيه للنادي المصري. جميل جدا. ليه بقى؟ ارض الملاحه يا استاذ عادل الجديده ديت هتكون كبيره جدا ان شاء الله، وباذن ربنا سبحانه وتعالى هنبدا. هو تم تسليم فعلا 1,000,000 متر فيها، يعني متر مربع يعني، ولسه الارض كمان ديت ارض ان شاء الله برضو هيطلب تعمل فيها قريه اولمبيه للنادي المصري. ليه؟ النهارده رئيس الجمهوريه بينادي بالشباب. تمام. اخد بالك، بيقول لك الشباب الشباب الشباب. فالنهارده احنا عايزين وجنب شرق التفريع وجنب الحاويه يعني، وفي نفس الوقت هتلاقي الموضوع في نفس الوقت بدل ما للتطور. شبابنا قاعد على القهاوي وتعاطي المخدرات ونبعده عن هذه الحاجات المضره ويبدا في الرياضه. والله انا شايف ان التغيير ده، وان حتى ان احنا بنساهم في تنميه الرياضه والانديه الرياضيه، ده هيساهم في تنميه بورسعيد بشكل عام. مشاريع كبيره وضخمه هتخدم بورسعيد. ده غير كده كمان عندك شرق التفريعه ان شاء الله باذن الله هيكون برضو، انا برضو واثق في شبابنا المحترم اعضاء مجلس الشعب، مش محمود حسين واحمد فرغالي بس، لا الخمسه. تمام. الخمسه كلهم بما فيهم استاذ سليمان، استاذ رانيا، استاذ عاد، الخمسه ان شاء الله باذن الله هيقاتلوا عشان خاطر شبابنا يكون موجود ليه يد في تعييناتهم في شرق التفريع. الحاجه الثانيه بقى استاذ عادل المهمه جدا اللي انا يعني عايز اقول لك عليها، وديت يعني مخوفاني انا شخصيا، اخد بالك، وعايز احط مع التفاؤل ده عايزين انا مخوفاني بصراحه في حاجه مخوفاني جدا، يعني عايز احط ايدي في ايد جماهير بورسعيد، الناس المحترمه، الشباب المحترم، في ايد اعضاء الجمعيه العموميه، ونطلب من سياده الوزير خالد عبد العزيز ومديريه الشباب والرياضه في بورسعيد والمهندس خالد عبد العزيز يديهم التعليمات ان مجلس الاداره ده هينتهي فترته في شهر 6 اللي جاي. فالنهارده انا بطلب ان هم يتمد لهم فتره على اساس يبداوا يعملوا انشاءاتهم ويبداوا يعملوا الحلم اللي كل البورسعيديه بيستنيينه. يعني انا عايز الناس دي تستمر فتره، ودي قانونيا على فكره. انا سالت فيها قال لك قانوني ان الناس دي تكون موجوده فتره اخرى بس بموافقه وزير الرياضه، ويمد لهم فتره ثانيه وبموافقه ايضا اعضاء الجمعيه العموميه. يعني مش موافقه ثانيه واحده، هو التعيين لمده سنه، بعد كده هيخلص شهر 6 وبيتم التجديد. بيتم التجديد. ما انا عايز لازم تفتح باب الترشيح في شهر 2 او شهر 3. لا، ما انا عايز اقول لك برضو معلوماتي ان هو لسه مجلس الشعب ما اقرش قانون، فبالتالي احنا لسه ممكن نمد مره ثانيه. ما هو انت في يوم وليله يا استاذ عادل، انت ممكن في يوم وليله يقر هذا القانون ويتم الموافقه عليه، اصبح هذا المجلس بره. ما انتش عارف بكره هيحصل ايه. لا النهارده لو ممكن يتعمل يقول لك زي ما حصل السنه اللي فاتت، يتعمل برضو بند التعيين بس ما تحطش فيه بند الانتخابات. يعني المجلس ده يستمر وما تحطش فيه بند الانتخابات زي السنه اللي فاتت. لا احنا عشان برضو نبعد عن كل ال يعني الاشاعات والكلام ده كله، هم لو النهارده كده لو المجلس ده مستمر زي ما هو كده، لازم غصب عن المجلس يفتح باب الترشيح في اخر 2 او في اخر 3 حسب ما هو يحدد. لو اتفتح باب الترشيح والجمعيه العموميه اكتملت، المجلس ده بره. تمام. هيبقى بره. الحاجه الثانيه برضو اللي انا عايز اقولها لك، ان المجلس ده الموجود لا يحق له لاي فرد فيه خوض الانتخابات اللي محدش عارفه بقى. النهارده المجلس ده مجلس تعيين، خلاص جاء تسيير اعمال. ما ينفعش اي حد في المجلس ده يخش انتخابات. دي جديده دي. ايوه. ليه بقى؟ هيبقى مشرف على الانتخابات؟
بص انا كنت في الوزاره وسالت وجبت البند والكلام ده كله من لائحه الهيئات. تمام. واخد بال حضرتك؟ ولازم هم كمان يسالوا في الكلام ده، ويسالهم الاستاذ علي ابو سمره موجود. تمام. مدير الشباب، الدكتور علي ابو سمره مدير الشباب والرياضه. خد بالك، لا يحق لاي فرد من مجلس الاداره الحالي، خد الانتخابات لو تم فتح باب ترشيح مجلس اداره جديد او انتخابات مجلس اداره جديد. فانا بقول يعني ده بعد رايي طبعا وبعد اذن الجماهير كلها وبعد اذن اعضاء الجمعيه العموميه، ندي فرصه لمجلس الاداره الحالي برئاسه الاستاذ سمير حلبيه انه يستمر ويحقق احلام البورسعيديه في استمراره، لان النهارده المجلس ده لو مشى محدش عارف الانتخابات هتجيب مين، والاحلام اللي احنا عشناها دي والتخصصات والاوراق والكلام ده كله. نتمنى ذلك، ونتمنى طبعا رئاسه مجلس النادي المصري بصراحه عاملين شغل جميل جدا السنه دي اخيرا عشان نلحق. وطبعا كل جماهير النادي المصري اللي دايما بتستنى شهر يناير وصفقات والانتقالات. في اخبار جديده، يمكن طبعا كان في اخبار عن شيكابالا وخلاص، محمد ابراهيم وخلاص راحوا الزمالك دايما بياخد لعيبه من النادي المصري. عايزين نتكلم بقى في الافق بقى، هل في لعيبه موجوده في ذهن العميد حسام حسن؟ بص اقول لحضرتك على حاجه عشان برضو نبقى احنا واقعيين. النهارده كابتن حسام حسن طبعا وكابتن ابراهيم حسن حاطين اكيد 90% قدام عينيهم ان في لازم يكون في تعاقد مع لعيب سوبر، مع حارس مرمى سوبر، مع فيروز حارس سوبر، مرمى ده مطلب مع اساسي يعني. مع ديفندر، هاف ديفندر مثلا، او صانع العاب. ليه بقى؟ يعني انا شايف ان من وجهه نظر انا ماليش دعوه، انا شايف ان المراكز ديت يعني برضو محتاجينها، ومحتاجين قوي 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 حارس مرمى وراس حربه كم احمد رؤوف. تمام. حارس مرمى، لان طبعا انا شايف ان جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد ما عندهاش ثقه تماما في رمزي صالح. اخد بال حضرتك؟ فطبعا النهارده هو يعني زي ما يعني الناس كلها بتطالب ان محمد ابو جبل خلاص مش تأيد في النادي المصري في نادي الزمالك ولازم نجيبه والكلام ده كله، وان النادي يعني استاذ سمير حلبيه او الجهاز الفني في حد متواصل معاه او اتكلموا معاه. فانا شايف ان في مفاوضات رسميه بدات تبقى مع الولد على اساس يجي النادي المصري. بس انا سمعت يعني هيبقى انتقال حر لو جه. ما خلاص ما هو رافض ان هو يستمر في نادي الزمالك. هو الولد عايز يلعب وعايز يجي النادي المصري. هو قدام منه بعض العروض زي انبي وزي سموحه اخد بالك وزي دجله يعني قدام والنادي المصري. بس اللي انا سامعه ان هو طالب مبلغ كبير 1.5 مليون على اساس هو طبعا هياخد المبلغ ده. فانا اعتقد ان ممكن الكابتن حسام والكابتن ابراهيم لو هيتكلموا معاه طبعا الولد هيكبر لهم، لان دولت قيمه كبيره تاني، قيمه كبيره يعني حسام ابراهيم. موضوع راس الحربه يعني انا شايف ان برضو ان حسام حسن دلوقتي العميد طبعا بيجهز محمد اشرف. انا شايفه دايما في الوديات بيجهزه لسه شويه عليه لكن هل تعتقد هيشوف حد تاني كمان؟ هو يعني اللي انا سمعته برضو اللي هو تقريبا اتكلم مع احمد عبد الظاهر، اتكلم مع حد تاني برضو خد بال حضرتك. بس النهارده المفاوضات دي كلها بتبقى مفاوضات حبر على ورق. تمام. بمعنى ايه؟ النهارده اللعيب ده الاهلي هيسيبه والتيفر الزمالك هيسيبه والاسماعيلي هيسيبه، لان شيكابالا خلاص موضوعه رجع الزمالك خلاص زي ما انت قلت في بدايه الحلقه. فالنهارده انا لازم في خلال الفتره دي عشان بس ما الوقت ما يجريش بينا وننسى ان احنا نتعاقد مع الناس، لازم يبداوا يجيبوا اللعيب ده ونمضيه ونديله جزء من فلوسه خلاص يبقى بتاعنا عشان ما نرجعش نندم على لعيبه تانية. لان النهارده انت محتاج مثلا 4 مراكز، محتاج هاف ومحتاج يعني ظهير ايسر، محتاج راس حربه ومحتاج حارس. واعتقد ان برضه في كلام على مهاجم. طب انت مهاجم افريقي هتجيبه ازاي وان عندنا 3 مقيدين؟ تمام. اخد بال حضرتك عندنا 3 مقيدين افارقه. فالنهارده ازاي تستغني عن حد؟ هل يعني عندنا ويلسون وعندنا موسى داو وعندنا طارق خطاب. الثلاثه مش عايز اقول لك ويلسون بقاله فتره ما بيلعبش يعني ممكن بقى يبقى في حاجه. لو هم بيدوروا على مهاجم افريقي ممكن يبيعوا ويلسون، لان ويلسون جاي له عرض بمبلغ حلو قوي على فكره من الامارات الشعبي. فهو ممكن الله اعلم يعني ممكن يبقى هو ده اللي هيستغنوا عنه وبيدوروا على مهاجم افريقي، واللعيب ده يستغنوا عنه على اساس ان النقطه سرد باكات دي عندنا لعيبه كتيره فيها. عندنا محمد جبر، عندنا اسلام صلاح، عندنا طارق خطاب، عندنا محمد مجدي الصاعد الواعد اللي المنتخب كان بيتفرج عليه الماتش اللي فات، اسامه نبيه واحمد ناجي خد بال حضرتك، وكان برضه بيبصوا على احمد رؤوف. الاثنين دولت برضه تحت نظر المنتخب القومي. فاعتقد ان ممكن هيبقى هو ده البديل للمهاجم الافريقي اللي هو مين؟ ويلسون.
فبرضه ديت برضه تكهنات مني انا. تمام. يعني انا بس بعتقد يعني ان الولد ده ويلسون فعلا جاي له عرض بمبلغ كويس جدا، وبعدين اعتقد ان عقده يعني ما جددش عقده للمرحله الجايه، وباقي له سنه في العقد غير الموسم ده. فاعتقد هم ممكن يبيعوه وياخدوا المبلغ بتاعه، مبلغ كويس، حد تاني ويجيبوا مفاوضات مع المهاجم الافريقي، وبنفس الوقت مع بعض اللعيبه اللي هي حارس المرمى. برضه بتمنى يعني حتى النهارده يعني الجهاز الفني للنادي المصري، احنا عندنا مثلا قائمه لعيبه، في لعيبه 90% هتستغنى عنها، واحنا هنا في نفس المكان قلنا قبل كده ان في استبدال 5 لعيبه من مكان 3. فالنهارده عشان تعمل الاستبدال ده يا استاذ عادل، الاستبدال الجديد ده مع اللعيبه ديت هتمشي مين؟ يعني انا شايف ان هو دلوقتي بدا يركز على تيم وورك اللي هو بيلعب بيه. تمام. كل مباراه ثبت التشكيل خلاص، ثبت التشكيل مع تغيير 1 أو 2 حسب حاله اللاعب يعني، حسب المباراه. الله ينور عليك، حسب حاله المباراه. بيلعب مثلا فرقه قويه بيبقى عارف ده مين وده وبيذاكر الفرقه بالفيديو وبيشرحه للعيبه. ويعني بصراحه مجلس الاداره مع الجهاز الفني مع يعني مع اللعيبه مع جماهير بورسعيد اللي مسانده، حاله جميله جدا، يعني عاملين شغل كويس، طفره كويسه. انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الطفره دي تستمر ان شاء الله. ومش عايز يعني زي ما قلت لك برضه في حلقه من الحلقات هنا، مش عايز الجماهير تقعد تشد مع بعض وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ونجيب فلان ونفرض فلان ونعمل فلان والكلام ده كله. سيب المجلس، احنا عندنا ثقه تامه في سيب المجلس يشتغل، وعندنا في ثقه تامه في الجهاز، وعندنا ثقه في المجلس، واحنا عندنا ثقه في الجمهور. احنا شفنا من لعيبه مغموره، شفنا مع بعض عمل ايه وعاملين هو قال ايه الراجل؟ بتنافس. هو الراجل قال ايه؟ تمام. قال انا جايب لعيبه جعانه كوره، وخدهم وعمل حضنهم كده وراح بيهم على اسكندريه، وعمل يعني خباهم زي ما بيقولوا بالبلدي كده، ومحدش يعرف حاجه عنهم، والحمد لله جم. انا واحد من الناس ما كنتش متوقع النتائج المبهره اللي عاملها الجهاز، ما كنتش متوقع ان مجلس الاداره هيبدا يبص في حق النادي المصري المسلوب منه عشان خاطر يرجعه تاني. يعني فالحمد لله انا بقول لك عشان انهي فكرتي، عشان برضو زميلي وابني وحبيبي احمد ثابت يجي مكاني ويكمل احصائيته. انا بتمنى لجماهير النادي المصري كل الرقي في السنه الجديده، ونحط ايدنا في ايد بعض ونبقى كويسين ونبعد عن المشاكل ونبدا بالسلام. ونفس الوضع مجلس الاداره نصفي اي خلافات بيننا وبين اي حد، نفس الوضع الجهاز الفني واللعيبه. وبتمنى ان انا اشوف بورسعيد والبورسعيديه كلهم بيبقوا في احسن حال ويكونوا احسن مني انا شخصيا باذن الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت طيب. دي كانت احلى حاجه جميله ان احنا نقعد مع ابن من ابناء بورسعيد بيحبها ودايما خايف على مصلحتها، بيحب النادي المصري بيعشقه، ويمكن كلنا كبورسعيديه بنعشق النادي المصري. هنروح مع بعض دلوقتي قبل ما نطلع فاصل، وبعد ما نطلع فاصل يعني هنرجع طبعا للاحصائيات، ومالك الاحصائيات معانا دكتور احمد ثابت هيكلمنا عن المباراه السابقه والمباراه القادمه ان شاء الله بالتفصيل. لكن عايزين نروح مع بعض التقرير مع رئيس مجلس اداره النادي المصري استاذ سمير حلبيه، نشوف مع بعض اخر الاخبار بداخل النادي المصري، صفقات، اشتراكات العضويه، طبعا نشوف مع بعض كلام كتير جدا ونرجع لكم مره ثانيه. قدمنا طلب للشباب والرياضة، هو كان الرفع العضوية على أساس إن إحنا ما كانش عندنا أمل قبل مقابلة مع الوزير إن هيبقى في دعم للنادي المصري بالكيفية دي يعني. لكن هي العضوية حوالي 600 وشوية جنيه، مش هتزيد، وإحنا طلبنا تقسيطها. لكن هو يعني لما طلبنا كان هو ده الطلب مخالف للقانون يعني. فاحنا بنحاول مع الوزير ان احنا يعني هنعمل حاجه للشباب قريب ان شاء الله باذن الله، يعني هتبقى بالشكل ده. احنا جينا معينين لفتره محدده من 1/8 حتى الجمعيه العموميه ان شاء الله. وهو ده دورنا، لا تاني ولا تالت، هي مره واحده بس اللي احنا بنخلص فيها المهام دي باسرع ما يمكن، بحيث ان مجلس الاداره الجديد ان شاء الله باذن الله يكون منتخب من خيره شباب بورسعيد، ويبقى عنده الموارد اللي تخليه يعني يبتدي بدايه كويسه ان شاء الله. هو الحقيقه الكابتن حسام اول ما احنا جينا في 1/8 فاتكلمنا مع الكابتن حسام، فكان في الوقت نفسه كان ضيق ما بين الفتره بتاع قيد اللاعبين الفتره الاولى وما بين ان احنا موجودين في 1/8. على ما اعتقد كانت الفتره كلها 10 ايام يعني. فالفكر ان دول لعيبه مغمورين او لسه ما حدش، لا، اللعيبه دي كانت في انديتها لعيبه ذو قيمه يعني،
وتم اختيارهم الحقيقة بعناية وتم التعاقد مع الأندية بتاعتهم، والتعاقد مع الأندية بأرقام كبيرة. يعني على ما أعتقد إن احنا خدنا من النصر 4 لعيبة ب4 مليون جنيه، ومن نادي يعني المهم ان دول انتقوا بعناية فائقة. وبعد كده عمل لهم معسكر ثم معسكر، لان طبعا من كذا نادي، وكان حوالي 17 لاعب اللي تم التعاقد معاهم، فكانت عشان عملية تجانس خدوا وقت كتير وخدوا مجهود جامد. وطبعا الكابتن حسام والكابتن ابراهيم مش عايزين حد يعني يزايد عليهم ولا يعني هم معروفين مين، ومعروفين علاقتهم بورسعيد وبالنادي المصري. الحقيقة كنا اللجنة الخماسية سنة 97 كان عندنا حوالي يمكن 8 لاعبات أو 9 لاعبات في النادي المصري. لكن أنا فوجئت لما احنا جينا، طبعا أنت عارف إن قلة الموارد طبعا بتموت كل الألعاب. فاحنا جينا ما لقيناش عندنا غير كرة القدم بس، واحنا عندنا النادي المصري للألعاب الرياضية. فبدأنا نقول بقى ايه اقرب حاجات ندخلها، فدخلنا حوالي 5 أو 6 لاعبات. وان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله تعالى هيبقى في العاب كتير. كانت مشكله، انت عارف النادي مسلوب ومفيش ملاعب، فدي كانت مشكله كبيره. لما حضرتك توليت لقيت الامور صعبه؟ لا، احنا جينا لقينا النادي المصري ده عباره عن يافطه محطوطه على مبنى مش يعني مسلوب. ولا في موارد ولا يعني؟ لا موارد، ما فيش اي موارد. هيجيبوا موارد منين اذا كان هو ما عندوش الا يافطه؟ هيجيب موارد منين؟ لكن دلوقتي الحمد لله ان شاء الله كده يعني هتعتبر اخر سنه فيها مشاكل بالنسبه للنادي المصري ان شاء الله. زراعاتنا مفتوحه لكل الانديه مش لنادي واحد بس، كل الانديه ما فيش عداوه بيننا وبين اي حد. يعني ما اعرفش احنا بنصر ليه نسير هذا الموضوع. بعض الناس بيتكلموا كان في المبادرات النادي المصري زيه زي النادي الاهلي، زي نادي الزمالك، زيه زي اي نادي. الجمهور بتاعه اكتر جمهور بيحب النادي المصري في جمهورية مصر العربية. الحادثة اللي حصلت عنا في النادي المصري عشان حظنا السيء بس، لكن احنا عندنا مفيش مشاكل بيننا ولا حزازية بيننا وبين اي نادي في مصر. يعني ان شاء الله باذن الله يبقى في مستقبل كويس للفريق الاول. ونعتبر ان الفترة دي كده يعني لو بقينا في المنطقة الدافية كويس قوي، ان اللعيبة عندهم كلهم عقود 5 سنين و4 سنين، مفيش حاجة اقل من كده، يمكن لاعب ولا 2 إلى 3 سنين. نعتبر الفترة دي فترة تجانس ما بين اللعيبة، وانا على ما اعتقد ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بيبذلوا مجهود جامد فيها. ان شاء الله من العام القادم ان شاء الله باذن الله يبقى في تنافس قوي على المراكز الاولى باذن الله تعالى. بالنسبه لي برضو مع نهايه العام القادم ان شاء الله باذن الله يبقى في موارد كويسه للنادي. قطاع الناشئين يعني احنا 4 لعيبه طلعوا من قطاع الناشئين للفريق الاول حوالي اسبوع. هنزود في الالعاب الفرديه ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه، وقت ما ناخد يرجع لنا الاستاد او نبتدي في الاستاد الجديد ان شاء الله باذن الله. يعني هيبقى في حاجات نتساوى بقى النادي المصري مع النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه كده، تبقى مؤسسه النادي المصري ان شاء الله باذن الله.